السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم حريشه في الفران اللي ساهله بزاف ودغيا كتوجد. اما المذاق فكتجي لذيذه بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا نص كيلو ديال السميده ديال الحرشه، خديت منها هاد الكميه وخليتها على جنب باش نقرص بها في الاخير. غادي نضيف عليها 2 معالق ديال السكر سنيده. غادي نضيف معلقه صغيره مع مرش ديال الملحه. غادي نضيف كاس الا ربع ديال الزيت. غادي نخلط ديك المكونات كلها مزيان حتى كتبسبس ليا ديك السميده. من بعد غادي نضيف معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وغادي نضيف 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، يعني ساشي واحد. وغادي نبدا نضيف الماء شويه بشويه. غادي نضيف معكم هنايا الكاس الاول، انا غادي نقول لكم بالضبط شحال غادي ندير ديال الماء، حيت بزاف ديال البنات ما كيعرفوش القياس اللي يديروا. ضفت هنايا 2 كيسان الاولين وغادي نحرك ديك المكونات كلها مزيان. وغادي نضيف الكاس الثالث، يعني في المجموع درت 3 ديال الكيسان بالضبط. وبالنسبه للماء ضروري خاصو يكون ماء دافي. غادي نعاود نحرك كلشي مزيان وغادي نخليها على جنب، وغادي ندوز باش نقاد المقله فاش غادي نطيبها. من بعد ما قديت المقله ديالي، شوفوا معايا هاد المده اللي كتخليوها راه كتشرب، يعني واخا ديروا 3 ديال الكيسان ما تخافوا والو. صافي من بعد ما قديت المقله دهنتها مزيان مزيان بالزبده ورشيت عليها السميده. وغادي نحط كميه ديال السميده اللي قديت معكم. واخا تشوفوها باقا جاريه شويه ما تخافوا منها حتى شي حاجه، حيت اصلا هذا هو السر ديالها باش كتجي زوينه في الفران، خاصها تكون جاريه بحال هكا. صافي غادي ناخذ نصف ديال الكميه ديال داك الخليط وغادي نقادها هكا. غادي ناخذ هنايا كميه ديال الزيتون الكحل اللي حيدت ليه العظم ديالو، وغادي نديرو فوق هذيك السميده باش كيجينا هكا الحريشه ديالنا كتجي عامره بالزيتون من الداخل. وغادي ناخذ نصف ديال الكميه الاخرى اللي بقات ليا وغادي نغطي بها داك الزيتون كامل من الفوق. غادي ناخذ الكميه ديال السميده اللي خليت معكم في الاول، وغادي نبقى نقرص في الحرشه ديالي بهذه الطريقه هذه. انا كنرش السميده وكنقرص في نفس الوقت حتى كنقدها كامله في هذيك المقله. صافي من بعد ما قديتها مزيان في المقله، انا اصلا كنت دايره الفران قبل ما نبداها كنت دايره الفران كيسخن على درجه الحراره 250. شعلته من الفوق ومن التحت، وغادي ندخل المقله ديالي غير من التحت في الاول، وانا في نفس الوقت شاعله الفوق والتحت. غير كتحمر لكم من الجناب صافي وطلعوها للفوق. غير كيتحمر لكم السطح ديالها من الفوق صافي حيدوها. وهذه هي الحريشه ديالي من بعد ما تحمرات وطابت مزيان خرجتها من الفران. هذا هو الشكل النهائي ديالها. الصراحه كتجي رطبه وخفيفه وكتجي لذيذه بزاف في المذاق، ومختلفه تماما على الحرشه اللي مولفين كنصايبوا العاديه. اما بالنسبه للزيتون فهو كيبقى اختياري، تقدروا ديروه اولا تقدروا تخليوها غير هكاك، راه كتجي بنينه بلا به. وهذه هي الوصفه اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ومرحبا بكم في الصفحه ديالي على الفيسبوك اللي باسم شهيوات وكذلك الانستغرام والتيك توك. شكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء.